السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شوف فرقه المصري جايبه كام جول من الاسيستات بتاعت الجلاص، وقفشه عامل كام جول، وتبدا تقول بس هو عشان تيشيرت النادي الاهلي وهنا تيشيرت المصري. انت دلوقتي بتجيب ارقام. هات الجلاصي كام هدف عامله يا راجل، ده الكورنر بيجي جول، الفاول بيعمله بيجي جول، السرعات بتعملها بتيجي جول. يعني المصري لو جايب 27 هدف هيبقى الجلاصي جايب عامل 26 هدف. تصويت الجمهور برضه يا عم الجمهور خلي بالك الجلاصي اصلا ما كانش. طب اقول لك حاجه، الجلاصي اصلا ما كانش موجود من ضمن الترشيح، يعني من ضمن المسابقه نفسها. اللي كان موجود واللي كان في المكان ده قفشه، سمير فكري، حسين فيصل. دول الاربعه هم جايبين اتنين، لا مع كل احترام ليهم عشان ما ينطحش قفشه. طب يرضي ربنا ده وتقول لي الافضل ضربت عشان بتحب الجلاصي بس كده يا جدع، ما تخلينيش احلف بالطلاق يا راجل. عيب عليك. هات يا بتوع الاعداد يا محمد يا ابراهيم، هات الجلاصي عامل كام جون السنه دي وقفشه عامل كام جون. او انا مش بحب قفشه فاول بيترفع زي الجون اللي هو ما اتحسبش بتاع النادي الاهلي، اللي هو ما اعرفش اتحسب اوف سايد ولا اتحسب فاول ولا وتقول لي ربطه ايه يا عم؟ طيب بخصوص قفشه برضه الغوا عشان حرام عليك. ما انا هاخدك. كان مضى رمضان صبحي، كان مضى عبد الله. هو رمضان صبحي ده مش ابن النادي؟ صح؟ هو ولا قفشه؟ لا ده قصه. فاروق منك اهلاوي مش عايز تغلط النادي الاهلي. فاروق قول بما يرضي الله يا راجل. قول بما يرضي الله. اسالني السؤال ايه؟ رمضان الاقرب للنادي الاهلي وجماهيره ولا قفشه؟ لا رمضان ابن النادي. مين الاولى ان يمضي على بياض؟ رمضان ولا قفشه؟ يعني كل واحد وفكره. ده رمضان راضع وهو لسه صغير في النادي الاهلي، يعني لسه اول ما طلع كده كان بيرضع لسه وهو في النادي الاهلي. كل واحد. طيب الجلاصي جاب 7 اجوال. عامل كام جول؟ 7 اجوال انا اسف. لا اكتر. لا 7. لا اكتر. مين اللي عامل 5 عشان بس طب 5 ب7 هي ال7 بقت اكبر من 9. لا ال5 كده بقت اكبر من 7 زي ما ال7 اكبر من 9. يا لجنه يا رابطه. لا ده الجمهور عشان بس تبقى عادي. الجمهور لا يبقى تصويت الجمهور. لا بص اي حاجه فيها جمهور يبقى خلاص النادي الاهلي. يا راجل انت لو عملت عم حارس لازم برضه مروان عطيه اهلي برضه. رضا بوبو راجل بيعمل اجوان وبيجيب اجوان. مروان عطيه عمل كام جول وجاب كام جول عشان يتاخد. بس فانيله النادي الاهلي اللي بتتقل، فانيله النادي الاهلي واسم النادي الاهلي هو اللي بيخلي الناس تقول لك فلان ولا اهو. اذا كنت انت بتقول لي الجلاصي 7 وقفشه 5 وخدها، بتقول لي جمهور، انا مالي ومال الجمهور. انا مالي طالما انت بتقول لي الافضل مالكش دعوه بالجمهور. هات 5 6 محللين هم اللي يعملوا لك القصه دي. بس انا بحاول اشارك جمهور. لا ما تشاركش جمهور، لان الجمهور هيخش زي التتار. عايزين تفاعل. لا مش تفاعل. مش تفاعل. اما تقول مثلا احسن نادي في السنه دي مين؟ ماشي النادي الاهلي. التتار يخش ما عندناش مشكله، انما واحد جايب عامل 7 تجوان والتاني 5 والخمسه ياخد اكتر من 7، ده ظلم. جمهور ايه؟ طب جينا رفيق كابو. لا هو طبعا رفيق كابو جايب كام جون؟ ده انت بتحبه ده؟ ايوه ماشي. احنا بنتكلم حق ربنا. طب ما انا بحب قفشه، ولو كلمتني دلوقتي تقول لي احسن صانع العاب بعد السنه دي الجلاص اقول لك قفشه. ده حق ربنا. ولا انتوا واخدين على الضلال؟ لا انت خليتني اقول الضلال ليه؟ ما اي حد في الزمالك او في اي فرقه ثانيه هيطلعوا عم حارس احسن لعيب. انا بقول تصويت جمهور فانا بدخل. لا ما تدخلش الجمهور. زي كده تصويت صحفيين في البالون دور. ما تظلمش قبل كده. ما تظلمش. ما تظلمش لعيب كسر يعني قفشه قصدي زيزو هو صح كده. ده احسن لعيب في مصر يعني. طب اللي فات. طيب احنا قلنا افضل لاعب وسط بوبو اخد ومعاه مروان عطيه. ليه؟ انت عايز حد تاني غير ما؟ لا واحد بس. اشمعنى مروان عطيه؟ هو انت لازم حد برضه طب انت ما خدتش ليه قفشه والجلاص؟ ما خدوش ليه؟ ما تخليناش نقول لفظ للجنه يودينا في داهيه. لا ما احنا قلنا تصويت جمهور برضه يا عم. بص هتعمل المسابقات دي ما تدخلش فيها جمهور. لان الجمهور ما بيننا. لا طب اشمعنى اخدت انت بوبو ومروان عطيه؟ خايفين؟ طب ما تقول بوبو. مش في 2 ديفندرات بيلعبوا كابتن دايما 4 2 3 1. ماشي. ديانج اعلى من مروان عطيه. لا انت عشان ممكن عندك مشكله مع عطيه. طب ما تسيبه ديانج طالما ان كده. هو المصحف ما عنده مشكله. بص انا مشكلتي مع طارق حامد ومروان عطيه دول بيلعب بالعرض يا لورا. بيلعب بالعرض يا لورا. برضه دونجا انت برضه عندك مشكله معاه. لا مش دونجا انا بكلمك ديانج. انا بقول لك برضه دونجا يعني مروان عطيه. ايوه ما هم بص اتفرج يا عم على توريه بلاتي توريه. ما هو مش موجود خالص بقى بلاتي توريه.
والنبي اقفل لنا على اللجنه ورحمه ابوك تصوير جمهور يا جدع، ورحمه ابوك ما انت مكمل. لا لازم اكمل. لا اصل هتخلينا نغلط. لا تغلط ليه؟ طيب التشكيل ممكن ده عشان تعرف ان الجمهور ما عندوش فكره بقى. ده السنه دي كل الكوارث جايه من مازن. من مين؟ من مازن. ما تمش الاختيار. اربع مهاجمين: مابولولو، محمد شريف، فخري لكاي اهما قدامك، وطبعا ده حمدي، محمد حمدي. مابولولو انت واحد. طب بس الجمهور الاهلي كده كسب شريف طبعا. بقول لك انت لو حطيت عم حارس انا ايه اللي بيضايقك؟ لا لو حطيت عم حارس في مع الاربعه دولت هو اللي يكسب. يعني مابولولو افضل من محمد شريف؟ ده جاب كام جول وده جايب كام جول. انت مش بتعدها بالارقام ولا ماشي، هو هداف الدوري غالي. طيب يعني واحد هداف الدوري هتدي محمد شريف اللي ما كانش بيلعب؟ جمهور الاهلي هيكسب. هو ما انا بقول لك شيل محمد شريف، شيل محمد شريف وحط عم حارس وربنا هيكسب. عايز ايه تاني اكتر من كده؟ تعرف دايما جمهور الاهلي بيتفاعل على السوشيال ميديا اكتر جمهور في العالم. ماشي، ما اختلفتش معاه، فعشان كده هم زي التتار، طالما حد ريحه النادي الاهلي يبقى هو. طب ليه جمهور الزمالك ما بيخشش يعني يبوظ الليله كده؟ عشان بيفهم، يعني هو عايز الناس. لا انا قصدي يعني ايه، بيقيم على حسب الاداء ما عندوش حته ان اهلي وخلاص. ان هو ما بيخشش عشان ان هو شايف ان ما فيش حد. حتى لو انت حاطط حد من الزمالك زي الجزيري مش هيخش.